ممكن تديني علبة ميرت لو سمحت بسرعة عشان مستعجل؟ اتفضل. 110 جنيه يا باشا. ايه ده؟ ها؟ غالي التاني. وحضرتك هتشربها برضو زي كل مرة ورجلك فوق رقبتك. لا خالص مش هشربها تاني، هاتلي علبة سجاير ال ازرق بدلها. مش هتقدر يا كوتش، صعب تكسر البرستيج بتاعك وتغير نوع السجاير. ليه يعني مش هقدر؟ عشان بتعمل بلغم ولا بتجيب زغطة؟ لا مش الحوار، بس شكلك هيبقى ايه وانت رايح الجمعة الجاية عند خطيبتك وتيجي تعزم على ابوها بسجارة فتطلع علبة ال من جيبك، هيقول عليك ايه؟ هيقول ايه يعني؟ زهقت وبغير النوع عادي خالص. لا الكلام ده كان زمان، ايام ما كانوا الناس غلابة وعلى نياتهم، دلوقتي كلنا فاهمين بعض. وافرض برضو ما كلنا متأثرين بالأزمة الاقتصادية، كلنا زي بعض وأكيد هنقدر ظروف بعض. وهو لو حماك كان قدر ظروفك كان طلب منك شبكة ب100,000 جنيه؟ 120 والله، ده كان مفكرني فاتح مصنع دهب لحسابي في منجم السكري. وطبعا شرط عليك تجيب العفش من دمياط والستاير من ايطاليا وتعمل لها شهر عسل في سهل حشيش. لا في راس محمد اللي في دهب، بس أنا مصمم على راس البر وهي كلها روس. وهو اصلا تلاقيه لسه بيقسط الغسالة اللي جايبها من اول جوازته. فعلا، وكان بيستخبى من الديانة تحت بير السلم. عشان كده هيعتبر تغيير نوع السجاير داون جريد جامد لحياة بنته. ليه يا تخمس معايا في العلبة؟ ما نشرب شيشة مع بعض وخلاص. ما تفتح مخك يا استاذ، ما تبقاش قفل. الله، هو مش حضرتك بتتفرج على مسلسلات عربي؟ كنت بتفرج بس بعد الموضة بتاعت البلطجة ونمبر 1 بطلت اتفرج اصلا. عمرك شفت رجل اعمال في اي مسلسل بيشرب سجاير بوكس؟ لا بيشربوا سجاير ماركة منبار التخين الملفوف ده. يبقى نوع السجاير في ثقافتنا مؤشر طبقي معتمد وموثوق يا استاذ. خلاص كفاية عليا علبة ميريت يوم الجمعة بس وانا رايح عند خطيبتي. ده تفكير سليم، بس يا ترى هتقدر تطبقه على حياتك كلها؟ وانا ليه اطبقها على حياتي كلها؟ الحوار كله علبة سجاير. ما هي حاجة بالعقل. انت مرتبك بيزيد كام في السنة؟ اللهم لا حسد، 5 وخميسة بيزيدوا حوالي 500 جنيه. ال 500 جنيه دول هتدفعهم فرق سعر السجاير في شهر واحد، معنى كده انك هتعلن افلاسك قريب يا كحيان. طب وبعدين اعمل ايه؟ مش هقدر اقولك تتنازل عن الايمج بتاعتك مرة واحدة، لان ده هيخسرك كل علاقاتك. عندنا الفقير بيعتبروه خلاص بقت ريحته وحشة. يعني اروح استحمى ولا اعمل ايه طيب؟ الشيزوفرينيا هي الحل. نعم. انت شايفني مجنون قدامك ولا خريج مستشفى العباسية ولا ايه؟ هشرحها لك. انت لسه ما بقتش فقير لكن مرشح لده بقوة. صح، انا كده مرشح انزل طبقة. نقدر نقول انك بتصرف كتير قوي على الصورة اللي الناس بتشوفك بيها، والمصاريف دي بقت حمل على ميزانيتك. مظبوط؟ حقيقي، ده الميزانية اتشخرمت من ورا البرستيج. لو وفرت المصاريف دي هتحصل لك انتعاشة اقتصادية، بس هتخسر برستيجك قدام كل اللي حواليك، ودي تضحية انت مش هتقدر عليها. يا عم ايوه، وبعدين قول لي اعمل ايه؟ الشيزوفرينيا دي هتحللي مشكلتي ازاي؟ بص يا اللي صحيح، انت اسمك ايه؟ اسمي عتريس وبيدلعوني يقولوا لي يا عتروسة. عتريس؟ ما علينا. بص يا عتروس، انت تعيش بشخصيتين، واحدة تقابل بيها الناس وواحدة محدش يشوفها غيرك. ازاي يعني؟ هتنزل من بيتكم الصبح مثلا، تركب ميكروباص لحد اول الشارع اللي فيه شركتك. حلو الكلام، وبعدين؟ هتنزل من الميكروباص، هتطلب اوبر، هم 10 متر هتدفع لك فيهم سكة 15 جنيه 20 جنيه بدل ما كنت بتدفع 100 ولا 80 جنيه. طب وانا كده استفدت ايه؟ هزاول السواق بتاع اوبر على الفاضي. استفدت كتير، وفرت فلوس، وزمايلك لسه شايفينك عترس ابن الناس اللي ما بيركبش المواصلات العامة. حلوة قوي الفكرة دي. هتيجوا تطلبوا فطار زي كل يوم. انت متعود تاخد ايه في الفطار؟ بيض اومليت وبطاطس مايونيز مع السمر كوفي. هتعمل كده زي ما انت، بس هتروح البيت هتتعشى علبة زبادي واحدة بالليمون، او تسقسق عيش في الشاي زي عبد الغفور البرعي ايام ما كان لسه في بداية حياته. صح، وابقى عوضت اللي صرفته في الفطار. اهو المخ عندك بدأ يفكر صح اهو. طب واللبس هنعمل فيه ايه؟ مكواجي معرفة عديم الضمير، تظرفه 50 وتأجر منه هدوم الزباين اللي تعجبك،
وتطلع على مقاسك، هتقضي معاها مشاويرك وترجعها له سليمة. ايوه بس انا عندي مشاوير كتير. في مثل بلدي بيقول البلد اللي محدش يعرفك فيها شلح واجري فيها. اشلح ايه يا عم؟ انت فاكرني بسكليتة ولا ايه؟ مش بالمعنى الحرفي يا استاذ، بس لو رايح مشوار ما فيهوش حد يعرفك مش لازم تتشيك وتتأنبع، البس اي حاجة. ماشي هلبس اي حاجة. طبعا واحد زيك اكيد عنده تكييف في البيت صح؟ طبعا تكييف 1.5 طن. طن ونص ده تبيعه فورا يا استاذ، وهو منه تستفاد بتمنه ومنه توفر كهرباء، يبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. واعمل ايه في الحر؟ الجو موت. لا مؤاخذة، ملابسك الداخلية تبيتها لي في الفريزر والبسها الصبح، طول النهار هتحس بطراوة وانت عايش. طب وانا هفضل طول حياتي كده عايش بشخصيتين زي سعاد حسني في فير الحرمان؟ لا، كل اللي انت هتعمله ده تقدر تعتبره تريننج. هو انا داخل مسابقة تقمص شخصيات؟ تدريب لإيه بالظبط؟ لكسر الايجو، انت نص شخصيتك بقى بيه ونصها التاني شحات وكحيان وبيكح سرس. يعني انا هبقى عندي انفصام شخصية يعني؟ طب ايه رأيك تخليها كلها شحات وتخلص؟ مش هيبقى عندك نفس الحاجز النفسي انك تمد ايدك. انت عارف انا ابقى مين ولا جدي مين؟ انت واحد مش قادر يشتري علبة السجاير اللي بيحبها ومش قادر يغيرها، احسن خطيبته تسيبه. طب حوار الشحاتة ده مربع على كده؟ انت مؤمن بالمقولة اللي بتقول فاقد الشيء لا يعطيه؟ لا، فاقد الشيء احسن حد ممكن يديه عشان حاسس بمعاناة غيره. الحرمان صعب قوي يا حاج. عشان كده ده العصر الذهبي للشحاتين، عشان كده بقينا حاسين بيهم وبنتعاطف معاهم. الناس يا استاذ بقت فاكر ان دعوة الشحات دي دعوة مستجابة. يعني انت رأيك انزل اشتغل شحات يعني؟ طب ما انزل اشحت، تفتكر اشحت فين؟ اديني دقيقة بس اعمل لك تليفون وهظبط لك الحوار ده. الو، ايوه يا دكتورة سعاد، ازيك يا قمر يا جميل، عاملة ايه؟ دي كانت مديرة قسم كحيانة ودلوقتي بتاكل الشهد من الشحاتة. اسمع بس اسمع، بقولك ايه، كنت بسألك الكوبري اللي انت قاعدة تحته في مكان فاضي جنبك؟ لا، لواحد زميل مش انا، ابن ناس ما يتخيرش عن حضرتك كده. فيه؟ طب حلو قوي، خلاص ماشي، هبعتهولك دلوقتي حالا. سلام. حجزت لك مكان تشحت فيه، بس ايه لقطة، ده انت هتاكل الشهد من وراه. الف حمد وشكر ليك يا رب، يا بركة دعاك ياما. ايه ما تشكرنيش يا ابني، ما تشكرنيش، انا شمعة تحترق من اجل الاخرين. الو، ازيك يا اهرامات؟ بقولك ايه، انا سبت الشغل وقاعد بشحت تحت كوبري وبعمل فلوس عنب. ايه رايك تقطعي هدومك وتيجي تقعدي جنبي؟ الو الو، اهرامات. اهرامات قفلت السكه في وشي. ماشي يا اهرامات براحتك، مالكيش في التايب نصيب. حسنا لله يا ناس، جعان ما اكلتش من امبارح، يا رب يحقق بربه واشوفكوا شحاتين قد الدنيا.